السلام عليكم. من أجمل المقولات المقولة التي تقول: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أن تعرف قدر نفسك لا يعني أن تنزل نفسك منزلة لا تليق بك، ومعرفتك قدر نفسك لا يعني أن تهين نفسك أو تنتقصها عند غيرك. وفي معرفتك قدر نفسك احترام لذاتك، احترام لشخصيتك، احترام لوجودك، وأيضا احترام لمكانتك الاجتماعية. وعدم معرفتك قدر نفسك عكس ذلك، ولو وصلت إلى ما وصلت إليه من رتب ومكانة، وقد يأتي عليك يوم ليعرفك البعض قدر نفسك. وكما قيل: ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. وهنا قصة على إثر ذلك. دخل أنس بن مالك رضي الله عنه على الحجاج بن يوسف الثقفي، إذ أنه كان واليا على العراق، مع أن أنس رضي الله عنه لم يأمر بالخروج على الحجاج آنذاك. فلما دخل عليه قال له الحجاج: إيهن يا أنيس، يصغر من قيمة أنس رضي الله عنه. قال له: إيهن يا أنيس، يوم لك مع الزبير ويوم لك مع علي. وكان مما قال لأنس: لأستأصلنك كما تستأصل الشأفة. والشأفة الحبة التي تخرج في اللحم، لا تخرج إلا بالاستئصال. ولا أقلعنك كما تقلع الصمغ اللي يأتي في الشجر المعروف، لا يخرج إلا بالاقتلاع. ولا أعصبنك عصب السلمة، وهذا نوع من أنواع الشجر. انظر، الحجاج لم يعرف قدره أمام أنس، ولكن أنس رضي الله عنه يعرف قدر نفسه، فلم يرد على الحجاج إلا بقوله: إياي، يعني الأمير أصلحه الله. فقال الحجاج: نعم، إياك أعني، صك الله سمعك. فانظر عبارات أنس رضي الله عنه، وانظر عبارات الحجاج ابن يوسف لأنس. فلو عرف الحجاج قدر نفسه ما قال هذا لأنس. خرج أنس رضي الله عنه من عند الحجاج، وكتب كتابا إلى عبد الملك بن مروان، وكان مما كتب: إن الحجاج قد أسمعني نكرا ولست لذلك أهلا. فأنس رضي الله عنه يعرف قدر نفسه، وذهب ليعالج الأمور بما يليق به. فلما قرأ عبد الملك بن مروان كتاب أنس كتب كتابين، كتابا لأنس وكتابا للحجاج. قال فيه لأنس: لقد كتبت كتابا إلى الحجاج، فإذا وصله كتابي فسيكون أطوع لك من أمتك. فلما وصل الكتاب إلى الحجاج قرأوه عليه، وكان مما جاء فيه: فإنك عبد طمت بك الأمور فسموت فيها، وعدوت طورك وجاوزت قدرك، فلعنك الله من عبد أخفش العينين منقوص الجاعرتين، أنسيت مكاسب آبائك بالطائف وحفرهم الآبار وحملهم الصخور على ظهورهم وفي المناهل؟ فإن سوغتها لك مضيت قدما، يعني ما باليت، وإن لم أسوغها لك رجعت القهقرة، يعني إن آخذتك بها وعرفتك قدرك انتبهت. فهكذا البعض، لا تستغرب، لا يعرف قدر نفسه إلا إذا عرف بها. وأيضا لا تنسى ماضيك، فمن ماضينا نتعلم وفي مستقبلنا نستفيد. وكما قيل: لا يعرف قدر نفسه إلا صاحب قدر، ومن جهل قدر نفسه فليس بذي قدر. والمقصود بالجهل الجهل المركب الذي لا يعذر صاحبه.